فيهم اللي هي جريمه خلقت لها اثار قريبه من الشهر. نختار مولي راني فت نشرت عنها مرات، يقال نختار هونات اياها نوجه كلمه ليحيى وللود عن الترواب ما يزش، وعن المتدرب بالايام عريان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا بكم جميعا في فيديو جديد. جايب لكم تعليق من طالب العبد الودود عن نايب يحيى وللود، وهذا التعليق يا اخوان في شيء من الحقائق يخلع وتعرف. معنى انك تتابع الفيديو الى النهايه، ولا تحسد لي انك تجد لي لايك للفيديو، ولا معكم اشتراك بالقناه، اشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. نقيسوا فاصل قصير، بعد الفاصل نواصل الفيديو. عزيزي المشاهد، يا عزيزتي المشاهده، جايب لكم مجموعه على الواتساب يوميا يعرض فيها انواع التجاره الحديثه وبجوده عاليه وباسعار مناسبه، وهي مجموعه عزيز الشوف. شتحاني انضم لمجموعه عزيز الشوف على الواتساب، الرابط موجود في اول تعليق وفي وصف الفيديو لتشاهدني من اليوتيوب، لا تشاهدني من فيسبوك، الرابط موجود في فوق الفيديو. ملاحظه لكامل يعرض في المجموعه لا باركومان، اسبوع واحد يجيكم في الاسبوع. وتو المهم من هذا عادة منوي زايدة عندكم يعطوا قريب من النص، ولا نحاول نوفي هون يقال سابق نوفي البث. فيهم اللي هي جريمة خلقت لها آثار قريبة من الشهر. نختار مولي راني فت نشرت عنها مرات، يقال نختار هونات اياها نوجه كلمة ليحيى وللود عن الترواب ما يزش، وعن المتدرب بالايام عريان. يحيى وللود اللي له شهر افتح حملة يدور مبجوات، قال عنه يدور 20,000 دولار، ويدور قال عنه يدير مبجوات وفي جاكتات والنعايل. ومن ذاك النهار والناس تنشر في جاكتات وتنشر في النعايل وتنشر في المبجوات. والله ذاك اللي قلت بصيفته ذيك وقت اطلاق الحمله، الناس وثقوا فيديوهات من داخل ملاجئ نيويورك، وقالوا على انهم مبجوات، ما هم خاصينهم ولا خاصينهم من عايل ولا يعني ذا اللي مبتنيه للحمله هم مو خاصهم، ذاك اللي خاصهم ذاك هو ظاهر وكل حاجه عارفه، حد ما تجهل عنه راسه يعرفهم عنه. هو ما قد يعود عنده من الكاريزما اللي يوقف الحمله ويقول انا الحمله كنت لها يشرب هذا الناس، الناس قالت انه عندها قاع ما تيت ندور. واصل هنين وفات، ينين فات وفات، وهذا كامل اللي نقول عندي ادلته، عندي ما خالقه وثيقه انتشرت فيها ماني لامها في التاسوفه، ولا خالق فيديو اتكلم فيه حد عنها ماني لامه في التاسوفه. وهذا هو الوسائل يتكلم عن ولدود مباشره، لانه هو اللي فتح الحمله. ونين فات لين انجمعت وشرشمع جابها من اللي حصيلتها وشرشمت، يا غير بعد اتفقوا عنهم جبروا ذي اللي قارين هم به عنه المبلغ اللي كان هو يدور 20,000 دولار اللي هي 8 ملايين من لوبيا. ولها ركعات 3 أسابيع يحيى وللود ما تكلم عنها، والناس الاخرين اللي كانوا يروجوا لها وكانوا يجمعوا الفضه عندي فيديوهات موثقه قالوا عنهم الفضه سلموها ليحيى وللود. هذا الوسائل ما نتكلم عنهم خالق الله السلام، خالقين وحدين قاموا فيها وخصوا لها حساباتهم وطاروا ونزلوا، دائما قاعد يستقل خالق شنو الناس من خلاقته تم يستقل لين يموت يدار القرآن. غير قالوا هم بفاهم وعندي فيديوهاتهم وعندي وصافهم وعندي اذا كان موثق عنهم الفضه جمعوها واعطاوها لولد، معناه انه حتى عقب الحمله الفضه اللي المبالغ قالوا انهم جابوا طافها، مع ان خالقه مبالغ وبرع بها في موريتان ومبالغ وبرع فيها بامريكا، ما ظهرت على زل ولا ظهرت على جو فاندني، وما اللي ذيك يلا يسول عنها نعرف ما اللي اللبانه اللي دخلت شنو. معناه خالقه لا شيء يلا يعود مسقم وتوف. على هذا القروا هم بيه انهم جابروا ذيك 20,000 دولار، يا غير ما اللي خالق شنو المبالغ انا عندي توثيق له، هم اللي هو تبرعوا به وحدين وكلهن قال راه عطى ذاك وعطى كذا، ما ظهر قاع الشيء خاضين باطل مره. وكشف هم اللي قالوا نعطاهم البنك الشعبي، ومن هذا اول مره يعدلها اذا ما عنده معنى واذا ما يقولوا ما هو لقاش ما هو مطلع. به اللي الكشف يلا يوخض ويلا توخض المبالغ واسامي الاشخاص اللي اعطاوها، والبنك مجبر مو تابع قلت السقام عاد واحد من يجبر وثيقه عند ما نقول لك ما قد تخرج العدل اللياليان لا من تقفاله، ما خالق بنك لا فيه كونت لا يدخلوا حساب، حتى مول الحساب يقدر يقبض كشف الحساب ما عنده معنى. معناها ان يلا كان البنك يعطي ما يجي خاطرهم تويقط ذيك اياها كان يلا يعود مفصل. صحيح. وهون عدى المقارنه بسيطه مع حمله دار النعيم. حمله دار النعيم امالها على الاقل شفنا مراجع وشفنا قراريف وشفنا الناس ينحطوا وشفنا مارو وطيب وشفنا حصاير العصاب شفناهم في المدارس، وفي نفس الوقت تم العياط اللاقايم وشفنا شنو الفكاتير. المشكله تولدوا ذهي ايوه زين رانا قاع ما صنت للناس وقالوا انهم ما يدوروا وانت فتحت حمله باسمهم وجمعت 20,000 دولار، ولكن 3 أسابيع ما شفنا في كثير. هذه 20,000 دولار اللي قبضت
ذلهم صرفت في شنو؟ احنا ندور نشوف الفكاتير وتو الناس تدور تشوف الفكاتير. هذا ماله. والناس اللي كانت تروج لهم اللي هي اللي كانت تدور فكاتير دار النعيم، لماذا ما يتكلموا عن الفكاتير؟ خلطة كل هو فرقش ما يخلطوا صدق واحد، والحق طريقه مسقر، والماكارشي ما خافش. رجع يفتح حمله بس المده ما هي مسولته جريمه، ولين جمعنا ظهرها الفضه ومتنا عليها الوجه وقبضها جريمه ثانيه. والجريمه الثالثه اللي لا تغتفر عنه له 3 اسابيع وذي الفضه عنده ما قد يوخر فكتيره واحده في ذي الفضه. ايش عدل منها؟ ذي الفضه يلا كل شيء منها انصراف. اذا عاد شريتوا به جاكتات مره ثانيه واخذوا فكتيرات جاكتات من الناس ما تدورهم يا غير بعد الليله قل تبروا هذه 20,000 اللي دخلت. الان هم باختصار يحيى ولي اللود دخل راسه في مأزق وهو من راسه خارقة 20,000 دولار. يلا يعرف هو ايش لا يواسيلها. جمعت على ظهر شيء من المخالق وشهر بيهم وانفضحوا وشقبوها لهم شهر موريتاني، وعادوا ينعتوا لهم صور ما هي خالقه مقبوضه من الانترنت. شيء من الناس تاكلهم بديات، والناس كلها عاد قلبوا على فمه، والناس قاع بحرت وتركتها قاعات لك مشاهد غزه. ولين فاتت تخطى المأساة كاملة وعدلها وجمع 20,000 دولار. قالوا أصحابه عنهم أعطوها له هو. نختار يحيى ولي اللود يعدل مؤتمر صحفي، والله لا قال يوخر لنا وتو صور من فكاتير. ونختار الناس اللي معاه الطريقة اللي تعاملوا بها مع حملة دار النعيم وفكاتيرها، فكاتير المقارج والمقاسر والمراجن ومارو ومبورو وحصاير العصب، يتعاملوا بها مع يحيى ولي اللود. ضرك ينيني مرق فكاتير 20,000 دولار اللي دارت في الشر ده بعدها عنه ما هو خاسر. والله ما اللي تمت عليها الوجه ناين تم ولا كل مره نذكروه بها وتو كيف حويكيمات موريتاني كي اصحابه في الكاج اللي معاهم فمات اياها اللي لا يصلحون للعاده ولا للعباده شمل اللصوص وتو وفرقت. الله ان شاء الله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف ما سمعتم معنا تعليق طلب العبد الودود عن النايب يحيى ولي اللود. صراحة هاي الموضوع يلا يعرف له شيء به اللي هاي حملة التبرعات اللي جماع يحيى ولي اللود. صراحة نحن ما شفنا عنها شيء ولا سمعنا عنها شيء. قال طلب عبد الودود صحيح يحيى ولي اللود يلا يمر قلنا ذا العدل والله اللي جماع من حملة نيويورك، والناس هم اللي كانت معاهم في الحملة ما شفنا هم اللي حد منهم ناشر معلومات عن اللي خلق في ذاك اللي جمعوا بالحملة. وهذا مصطلح ولو يلا إذا اللي عدلتوا في الحملة يلا تقبلوا تكشفوه. وسجلوا لك ماشي اللي كان داعم هاي الحملة مالهم اللي ما يتكلم في القضية. الشاب الموريتاني قاب رغبة هاي الفضة اللي تبرع لكم بيش عدلتوا لها. هذا يلا تدروا امور واضحة. ذا اللي خلق الفضة يلا يعرف شنو. هذا مو معقول بصفته ذي. طالبين من يحيى ولي اللود لأنه لا يعدل شيء لحقوا يعدلوا به اللي هي عادلها اسبوعين والله 3 ولا باش ما مشى الزمن باش الناس نسات شوي عنها ما نعلن لا عاد يعدل بيه شيء لحقوا يعدل. وما اللي ولا عاد فات وعدل قاع بيه شيء نختار هم اللي ينطرح انه ذاك اللي يعدل بيه شنو ياكتوا الناس كامله شايفته تدرواي ذيك اياها واضحه ما فيها شيء يعني مهيش لها. والتوفيق الان وصلنا في نهايه الفيديو. لا تنسوا الضغط على اللايك، لا فيكم حد مشترك في القناه اشترك وفعل جرس التنبيهات ليصله كل جديد. نحن تعليقاتكم عن هذا الموضوع ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.